في يوم في 2004 قررت، يعني وقتها كنت ساقط في الجامعه، وقررت ان انا اخد موقف في حياتي يعني. فكان موقف شديد الحده، وقررت ان انا هبطل سجاير وحاجات تانية كتير مش هقولها لكم. وهختار الشغل اللي انا عايز اشتغله، وهختار ان انا مش هكمل حياتي يعني. طبعا قبلها كنت مقتنع خلاص بقى، دخلت تجاره هاخد كورسات انجليزي وكمبيوتر، واشوف لي بقى شغلانه في اي حته، وانكل مش عارف مين يجيبها لي وكده، وخلاص بقى بلا اخراج بلا انيميشن بقى. بس ساعتها لا، قررت ان انا لا، هعيش حياتي زي ما انا عايزها. وساعتها قررت ان انا في يوم من الايام هكتب كتاب، وفي يوم من الايام هخرج. والحمد لله يعني الورقه دي لسه عندي لحد النهارده، كتبتها في 2004 بالظبط، ولسه عندي تحت المكتب بفتكر بيها ان انا اللي بقرره وبعمله يعني. والحمد لله من 2004 يعني. انا كنت متخيل ان الكلام ده مش هيتم قبل ما مثلا يبقى عندي 40 سنه 50 سنه. فالحمد لله في خلال سنين قليله ربنا كرمني، لان هي كانت موجوده والمجهود توفر برضه، فالحمد لله ربنا بيكرم. وساعتها ما كانش يعني الافلام القصيره الاولانيه على فكره يا ريت تشوفوها، هي موجوده على اليوتيوب وهي وحشه جدا. بس هي بتثبت لي حاجه وبتثبت. وحتى افلام الطويله لما كل ما بخلص واحد بعديه بشويه بكبر عليه وبحس ان هو كان ممكن يتعمل احسن من كده. فاللي عايز اقوله ان الاهم من الموهبه هو المجهود والاصرار، يعني ده اهم حاجتين. لان في الحقيقه يعني زي يوسف شاهين مثلا لما كانوا بيقولوا انت موهوب، كانوا يقولوا انا بكره الكلمه، لان لو موهوب معناها ان انا ما عملتش مجهود، وان دي حاجه جايه لي هديه من ربنا خلاص. لا، انا بعمل مجهود كتير. فالمجهود هو اهم بكتير جدا. فاي حد حاسس ان موهبته مش كفايه او حاجه، يعرف ان هو بالمجهود وبالتعلم هيتعلم وهيتطور. وطول ما هو قاسي على نفسه وعايز يطور من نفسه وشايف نفسه مش كويس وشايف نفسه محتاج يتعلم اكتر، كل ما هيتطور ان شاء الله. البرادعي انا نادرا انا من الشخصيات اللي كل ما ابص لنفسي بلاقي نفسي ما عنديش مثل اعلى يعني. ما عنديش حد نفسي ابقى ايه يعني. ما عنديش حد ببص له باحترام بقول الشخص ده كويس قوي لدرجه ان هو اللي يقوله لي اخده كده على طول. عندي كل انسان بيحاول قد ما اقدر اوصل لنظره موضوعيه ايه كويس فيه والوحش فيه. يمكن دكتور بدأ من الناس قليله لما قابلتهم، يمكن انا بحبه زياده مش عارف، بس لما قابلتهم مش لاقي فيه حاجات وحشه تذكر او قليله يعني جدا بالنسبه للحاجات الكويسه اللي فيه. الراجل شاف ظلم كتير جدا. الراجل انا شفته لما جه مصر، وشفته قد ايه حصل يعني ازاي ان هو كان في يوم من الايام الناس بتبجله وبيحترموه جدا حكوميا، وحسني مبارك مكرمه بنفسه اهم قلادة النيل، اهم جايزه ممكن تاخد لحد في مصر حسني مبارك نفسه اداها له. وشفت بعد كده ازاي انه اتواجه بحمله تشويه فظيعه فيها كذب بين مقصوده. ازاي انه كان متشاف ان هو خاين للبلد، ان هو بس لمجرد ان هو يبقى بديل لمبارك. شفت حملات التهديد اللي جت لكلنا، كل الناس اللي شغاله معاه تهديد مباشر. الدكتور حازم عبد العظيم مثلا لو تعرفوه، اللي هو كان هيبقى وزير بالظبط. الدكتور حازم اتهدد، بس مش عايز اقول اتهدد بايه يعني عشان دي حاجه تخصه هو، بس اتهدد تهديدات شخصيه يعني بعد ما في يوم خرجنا من عند دكتور البلدعي. فالحقيقه لا، الراجل شاف محاوله تشويه رهيبه، وهو كان فعلا نيته خير. وهو كان على طول بيقول انا مش عايز ابقى رئيس جمهوريه، انا عايز ابقى سبب للتغيير. وانا حتى وقتها قلت انا يمكن بدل ارشح نفسه رئيس جمهوريه ما انتخبوش، بس انا شايفه ان هو احسن وسيله لينا ان احنا نغير، لان هو كان عنده مشروع سياسي مهم. ولو نفتكر الطلبات اللي كانت مكتوبه في ميدان التحرير على العماره الكبيره، الطلبات دي نفسها هي طلباته قبلها بسنه. اتوقع ان ممكن لو كان دكتور البلدعي ما جاش، كان لما هيتسال لميدان التحرير ايه طلباتكم كنا ممكن نتوتر كلنا، لان ما عندناش حاجه طالبينها قبل كده. لكن معظم اللي كانوا في ميدان التحرير الشراره الاولى، مش هقول كلهم بس معظمهم، كانوا في الجمعيه الوطنيه للتغيير. وكانت ده دور الناس الفعاله جدا في اول يوم 25 يناير وبعد كده في 28 وكله. وهم كانوا اول وائتلاف شباب الثوره معظمهم كانوا شغالين في الجمعيه الوطنيه للتغيير مع دكتور البلدعي، اذا كان زياد العليمي او ناصر عبد الحميد يعني معظمهم يعني. فالمهم ان هو مشروع سياسي كان مشروع مهم، ومشروع اثر جامد في الحركه السياسيه المصريه. هو اول واحد ندى بتعديل الدستور اللي احنا كلنا بنتكلم فيه دلوقتي. هو اول واحد ندى بتحديد مده الرئاسه بمدتين بس رئاسه. الكلام ده كله كان من عنده. طبعا في ناس تانية طلبت بيه، بس هو اول حد قاله بشجاعه. فعشان كده وحصل له تهديدات وحصل له مضايقات وحصل له تشويه. فانا شايف ان هو اكتر واحد دفع الثمن بصراحه. وللاسف كل ما ببص للمرشحين التانيين او معظمهم على الاقل باستثناء دكتور منعم مفتوح وحمدين صباحي، كل ما افتكر المرشحين التانيين بفتكر ايام ما كان الراجل ده بيطالب بكده هم كانوا بيقولوا ايه. كانوا بيقولوا يا اما حاضر يا فندم، يا اما بيقولوا الناس مالكوش في السياسه خليكم في الدين بس. فعشان كده هو يمكن اكتر حد انا محترمه في مرشحين الرئاسه.
وعلى المستوى الشخصي لما بقابله هو راجل اخلاقه عاليه جدا، وراجل فاين مان يعني زي ما بنقول، راجل محترم. فعشان كده انا بايده قلبا وقالبا يعني. وائل عرفته برضو من يعني وائل ومصطفى النجار ودكتور حازم عبد العظيم وناس تانية كتير. اول ما اتعرفت عليهم في بيت الدكتور البرادعي. ووائل غنيم شخصية بصراحة برضو شعافها شخصيا من أكتر الشخصيات اللي بحترمها في حياتي. وائل لو بيعمل حاجة في العلن فهي واحد على مليار من اللي بيعملوه من غير ما يقول عليه. وهو من الناس قليلة قوي الوطنية اللي ما عندهاش فعلا ذرة مصلحة في أي شيء. يعني كتير جدا ببقى شايفه بيعمل حاجات ممكن ياخد عليها كريدت أو الناس تعرف إن هو اللي عملها وما بيقولش. وكتير قوي بيعمل حاجات في الدرة ويجمع، وفي حاجات كتير قوي من اللي بتحصل في البلد كويسة بيبقى هو سببها وما بيقولش خالص. فهو شخصيه يعني بصراحه انا ساعات بستغرب، انا ساعات بسال نفسي هو بيعمل كل ده ليه. يعني انا شخصيا كتير بقول هو المجهود والوقت والتضحيه بفلوس ممكن تخش له بشغله وكل حاجه، وعشان شغال 24 ساعه وما بينام في اليوم 3 ساعات وكل الكلام ده، ساعات بسال نفسي هو بيعمله ليه. بس بصراحه هو بيعمله عشان هو شخص كويس، وكل ما بلاقي حد بيشكك فيه بتضايق جدا. يعني انا شخصيا قلبي بيوجعني لما بشوف حد بيشكك فيه، لان انا شخصيا من كل الشباب اللي موجودين بحترمهم كلهم وكلهم ناس عظيمه، بس هو من اكتر الناس اللي شايفه بيعمل حاجات بدون اي مقابل. يوم 25 الصبح كنت انا ومحمد دياب مع بعض وقلنا يلا نروح نقف عند دار القضاء، دار الحكمه انا اسف. وائل غنيم كلمني قبلها بيوم، انا ما كنتش عارف ان هو ادمن بتاع قناه خالد سعيد خالص. قال لي انا رجعت من دبي وبتاع. قلت له طب ايه؟ قال لي هتروح بكره. قلت له تقريبا رايح بكره. كلمني الصبح قال لي هتروح ولا ايه؟ فقلت له انا رايح. قال لي انا بفكر ما اروحش وبتاع، كان بيمثل عليا. فقلت له خليك جدع بقى وتعالى وبتاع مش عارف ايه، كلنا رايحين. قال اصل معايا اخويا مش عارف اجيبه ولا لا. قلت له يا عم هاته وتعالى. المفروض كان يجي تحت بيتي بس انا سبقته وهو خد تاكسي وحصلنا على هناك. فاتقابلنا قدام دار الحكمه، كنت انا وهو وبلال فضل وحمزه نمره ودكتور عبد المنعم مفتوح والدكتور محمد ابو الغار وشباب كتير تانيين. وكنا واقفين وبنهتف وكل حاجه لحد ما كسرنا الكوردون. وانا العزه خدتني كده ولقيت نفسي بجري اول واحد كده. لقيت ناس كتير جايين من بعيد كده، فقلت يا ده ناس مدد، ناس واضح ان في ناس كتير نازله النهارده كمان. كده اكتشفت ان كلهم لابسين اسود. وبعد كده لقيت واحد فيهم عسكري كده ماسكني بترمي طوب على الظابط يا ابن مش عارف ايه. فانا قلت له والله ما رميت حاجه. فطبعا فصدقنيش خالص طبعا، ولا الظابط صدقني بس وخدوني اتعشيت معاهم كده عشوه حلوه وبس لحد ما قالوا لي اخلع بقى. فخلعت. الناس الكويسه هم الناس زي ما بيسموها بره ووك ذا توك، او الناس المتسقه مع نفسها، او اللي هم يفعلون ما يتحدثون يعني، او يقولون ما يفعلون ويفعلون ما يقولون. الناس اللي هي افعالها اقرب لمبادئها، او الناس اللي افعالها اقرب لضميرها، او اللي الضمير عندهم منتصر على الغريزه، اللي الالتر ايجو منتصر على الايجو، اللي اخلاقها منتصره على شهواتها. فهو في كل الاديان اللي في الدنيا، اذا كان اسلام او اذا كان مسيحيه او بوذيه او يهوديه او اي حاجه، في مجموعه اخلاق. مجموعه الاخلاق دي في كل الديانات دي لو قارناها هنلاقيهم تقريبا شبه بعض. بس قد ايه انت بتلتزم بالاخلاق دي؟ هو ده السؤال. مفيش دين في الدنيا بيقول اقتل، ومفيش دين في الدنيا بيقول اغتصب، ومفيش دين في الدنيا بيقول اكذب. مفيش. ولا حتى كود اوف ايثكس او مجموعه اخلاق عند حتى لو واحد ملحد عارف ان الكذب وحش وعارف ان القتل وحش وعارف. ففي الاخر قد ايه احنا متفقين، قد ايه بننفذ ده؟ هو ده السؤال الحقيقي. فالناس الكويسه هم اكتر ناس متسقين، افعالهم متسقه مع اخلاقهم او دينهم او افكارهم يعني. وعشان هربطها بالانتخابات لاول مره يعني. مقال مكتوب ملوش دعوه بالانتخابات خالص يعني. بس قد ايه اللي كل واحد عنده برنامج انتخابي. زي ما برنامج انتخابي، كل البرامج الانتخابيه تقريبا لطيفه يعني. ما فيش ما حدش واحد بيقول لك انا هاجي اجوعك ولا هاجي ما اعلمكش. بس الحقيقه كم واحد من دول، هي دي الفكره، افعاله السابقه او الحاليه او قدراته تتفق مع اللي هو بيوعده. هي دي اهم حاجه. انا كاتب في المقال ده او في الشابتر ده في الكتاب عن كل الحاجات اللي احنا متعودين نسمعها من واحنا صغيرين وهي مش حقيقيه يعني. احنا مشكلتنا كجيل ان احنا اتكذب علينا كتير قوي في كل المراحل. اهلنا كذبوا علينا بالطبع ان هم نفسهم يبقوا خلينا احسن ناس، بس هم افكارهم معظمها اصلا مكذوب عليهم فيها، فهم كذبوا علينا نفس الكذبه. مدرسه كذبت علينا، احنا درسنا تاريخ كله كذب، كله كذب.
التلفزيون طبعا زي ما كنا عارفين كان كله كذب، والصحافه كانت كلها كذب ففي الاخر ما عندكش مصدر واحد. حتى الدين فيه كذب كتير يعني، تفسيراته يعني اقصد مش طبعا الدين نفسه، يعني تفسير الدين كان فيه تفسيرات مليانه كذب لحد النهارده. فاحنا اتكذب علينا كتير قوي. فعشان كده محتاجين نقف وقفه ونقول ايه ده، كل الحاجات اللي انا كنت فاكرها متاخده فور جرانتد او واخدها ضامن انها حاجات حقيقيه، لا ساعات في حاجات كتير جدا منها كذب، زي مثلا الاكل هيجري وراك يوم القيامه، مش منطقيه خالص يعني. مصر ام الدنيا بالظبط. الشعب المصري ده اخف دم، الشعب المصري ده مش عارف ايه، الطفل المصري اذكى طفل. الحاجات دي كلها ده يعني مصر الرياده مثلا دي كلمه مصيبه يعني. مصر الرياده دي انت لو رحت لبنان او مغرب او قطر او اردن او امارات، قول مصر رياده كده الناس هتفتكرك تقول نكته يعني رياده مين احنا طبعا كذب باين يعني. فاحنا عندنا مشكله ايه، دي حاجه فلسفيه كده او في علم النفس. كل ما البني ادم، بلاش اخش في علم النفس، القرعه بتتباهى بشعر بنت اختها. احنا ببساطه احنا قرع وبنتباهى بشعر الفراعنه يعني، متمسحين في الفراعنه كده واحنا مالناش اي دعوه بيهم، واحنا قرع جدا جدا وكل حاجه. اصل احنا عن الفراعنه واحنا اول قوم مش عارف ايه ولا اي بدنجان. طبعا احنا قوم لوط دلوقتي ممكن يبصوا لنا يقولوا لنا انتوا اوحش مننا يعني، لان احنا عندنا حاجات مصايب كتير جدا في المجتمع. في حاجه كويسه جدا طبعا، واحنا شعبنا هايل وعمل حاجات رهيبه، بس في الاخر عندنا برضو حاجات وحشه كتير قوي محتاجين لسه نحاربها يعني. عندنا بنلوم كتير جدا، ودي اكتر حاجه مضايقاني في الشعب المصري من قبل الثوره وبعد الثوره، ان احنا خوف الشخص من الجاني بيخليه على طول يلوم الضحيه. فاحنا عندنا مرض اسمه لوم الضحيه، فاتمنى ان المرض ده اول مرض يتشال من عند المصريين. وبعد الثوره لسه بنلوم الضحيه، بنلوم اللي واقف اعتصم، ما بنلومش اللي ضربه، بنلوم البنت اللي تحرش بيها، مش بنلوم المتحرش. لا بنعاقب لا يا ريت، لا احنا بنعاقب اللي عمل الفعل الوحش، بنقول له انت لا انت كان عندك حق ما تقلقش. والبني ادم اللي اتاذى او المفعول به هو اللي بنقول له لا ازاي، ايه اللي لبسك كده، طب انا كنت اصلا محجبه، ايه اللي مشاكي في الشارع. بالظبط. فمعتصم انت ايه اللي وقفك، يعني فهكذا. فدي حاجه مشكله، بس هو في الاخر مهم قوي ان احنا نقف قدام نفسنا ونعرف عيوبنا، يا اما عمرنا ما نتصلح. لو انا شايف نفسي احلى ام الدنيا وصاحب الرياده واحسن شعب في العالم واخف دم وكل طب انا هتغير ليه يعني طب ما خلاص خلينا كويسين كده. هو انا في بعد ما عملت فيلم تسجيلي عملته في سنه 2005 عن الناس المتعايشه بالفيروس، بعدها بسنه كده تقريبا كلموني نفس الناس قالوا لي طب ما تيجي تقعد مع الناس تاني تسمع قصصهم، يمكن تعمل قصه حقيقيه تعجبك تحب تعمل عنها فيلم. انا حسيت ان الموضوع مستحيل، مين اللي هينزل بيته يشوف فيلم عن واحده عندها ايدز؟ قلت لهم الموضوع مش جذاب بالمره يعني، بالعكس ممكن يكون منفر يعني. فبس رحت قابلتهم، قلت اعمل اللي عليا، رحت قابلت الناس كانوا حوالي 25 واحد، حكوا لي كل واحد عن قصصهم. وبعد كده بعد ما خلصوا قالوا لي انت فاتك الشخصيه الفلانيه، قالوا لي اسمها، وقالوا لي الشخصيه الفلانيه دي لسه متوفيه يعني قريب، وحكوا لي قصتها. لما حكوا لي قصتها اول ما مشيت قلت ده الفيلم يعني. هي كانت قصتها دي مستوحى منها من الفيلم حوالي 70-80% من الفيلم. قلت هو ده الفيلم، وقررت ان انا اعمل فيلم عنها. وقلت انا مش عارف بقى هيبقى تجاري مش تجاري، جذاب مش جذاب، انا هعمل فيلم كويس واشوف لو حد عايز ينتجه، وهقعد وراه لحد ما الاقي حد ينتجه وهعمله خلاص. وحسيت ان احنا بنعمل واجب لازم نعمله، لان الناس اللي عايشه بالفيروس اكتر حاجه اذيه في حياتها هي الافلام. هو والناس دي وجهه نظرها عن المرض جايه من الافلام. افلام تانية اتعملت زمان فيها الايدز، فالناس متخيله ان الايدز ده كذا 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 بسبب الافلام دي، وبسبب حملات دعائيه معينه حصلت في فتره معينه في مصر بتمثل الايدز على انه مرض غير اخلاقي وانه مش عارف ايه كذا كذا. بس فقررت اعمل الفيلم ده. والشخصيه الحقيقيه للاسف ما شفتهاش ولا مره، وقابلت بس من بناتها. للاسف بناتها كانوا مش لطاف. بس وقررت اعمل فيلم عنها. بص هو طبعا في فيلم زي ده لان الناس مش عارفه اي حاجه عن الموضوع، فكان على طول عندنا خطر ان الفيلم يبقى وعظي، فحاولت اقلل ده على قد ما اقدر لحد ما طلع في حته حسيت ان اقل من كده الناس ممكن ما تفهمش.
فده اختيار فني يعني. ممكن في ناس شافته وعظه وفي ناس تانية شافته قالت لي لا انت كان في كلام اكتر كان لازم يتقال و فطبعا بتفرق من بني ادم لبني ادم. لو بني ادم اوريدي مثقف لمرحله معينه وعارف كلام كتير من اللي بيتقال في الفيلم، ممكن بالنسبه له فيلم يبقى وعظي، بس بالنسبه للاغلبيه العظمى اعتقد ان هو مش وعظي. بالعكس في حاجات كتير قوي حاولت اوصلها بشكل غير مباشر بحيث انها ما تبقاش وعظيه، وفي الاخر رساله الفيلم ما اتقالتش يعني، ما اتقالتش بالبق وحاولت على قد ما اقدر اخليني بس على الطرف يعني، ماشي على الحبل كده، لا ان انا ابقى وعظي ولا ان انا ابقى غامض يعني. حبيت ان انا ابقى في الحته اللي في النص على حسب المتلقي برضه، لان انا بتكلم مع جمهور مستهدف معين لازم احطه في دماغي، فعلى قد ما اقدر حاولت ابقى في النص يعني. بس طبعا في ناس هتشوف كده وفي ناس هتشوف كده يعني، لان هي عمرك ما بالظبط بتظبط على كل واحد يعني، هي بتبقى على حسب مين الاغلبيه يعني. لا انا في مذيع بعينه مستحي منه معظم الشخصيه طبعا، بس مش هقول هو مين. بس اكيد كلكم عارفينه يعني. ف هو كان مذيع بعينه. والمذيع بعينه ده على فكره انا عرضت عليه الدور يجي يعمله كهو يعني كشخص. بس هو بصراحه كان مش لطيف معانا وما ردش علينا فما جاش. فحاولت احولها لشخصيه دراميه. فلما حولتها لشخصيه دراميه بقى خياليه لقيت ماجد الكدواني احسن، كان اول اختيار ليا ووافق هو الحمد لله على الدور. اختيار السياسي على اساس ان الموضوع يبقى فيه بس تويستايه كده، ما يبقاش بس طيب وشرس وقبيح، ده اولا. ثانيا انا شايف ان السياسي اقبح من القبيح بكتير. السياسي ما اعرفش ده الاسم اللي وقفت عليه، في ناس كان رايها ان فيلم المفروض يبقى اسمه الطيب والشرس والديكتاتور مثلا، بس انا حسيت انها تبقى مباشره قوي، والطيب والشرس والقبيح كانت هتبقى برضه مباشره قوي، فحسيت ان السياسي دي تخلي بس الناس تفكر شويه هو ايه. ولما شافوا الفيلم هو باين قوي طبعا انا قصدي بيه حسني مبارك وانا بتكلم على حسني مبارك بكل صراحه ان هو ديكتاتور يعني. ف ما اعرفش يعني في الاخر حسن ده انسب اسم يعني. بص هو اوريدي ما كانش مطلوب من الفيلم ان هو يبقى تجاري يعني، كان مطلوب من الفيلم ان هو يبقى اوريدي فيلم بس عارفين ان في قناه معينه هي اللي منتجاه وعايزاه وخلاص. بس احنا حسينا ان احنا عايزين نروح خطوه كمان ونعمله فيلم جماهيري، ونعمله فيلم الناس ينفع تشوفه وتتبسط بيه، وحاولنا على قد ما نقدر نعمل ده واتمنى نكون نجحنا. بس معظم الناس اللي دخلت الفيلم العاديه اللي هم مش هواة افلام تسجيليه يعني، دخلوا الفيلم واستمتعوا. وده كان شيء جيد لان احنا نفسنا نفتح سوق جديد اسمه سوق الافلام التسجيليه في السينمات، وده هيفرق جدا في ثقافه الناس، لان كمان في جمهور عريض مشتاق لده اعتقد يعني. بس مهم انه يتعمل بشكل جماهيري وشكل مسلي يعني. بص السينما الكوريه انا بنصح كل الناس طبعا، لما السينما الكوريه دي بالنسبه ايه السينما الكوريه دي وبتاع، بس هو السينما الكوريه حتى دلوقتي مخرجين امريكان كتير متاثرين بالسينما الكوريه. السينما الكوريه بقى لها 10 سنين في نهضه مرعبه وبقت بتاخد جوائز عالميه وكان وفينيسيا واوسكار وكل حاجه. فالسينما الكوريه سينما تحفه وانا بحبها جدا ومتاثر بيها شويه طبعا. يمكن في زي النهارده اكتر من اسماء متاثر اكتر بالسينما يمكن امريكا الجنوبيه وبالذات. بس السينما الكوريه سينما هايله وانصح اي حد بصراحه يشوفها، لان هي فيها فن جديد رائع وعندهم اسلوب في الحكي رائع جديد برضو. بس على قد ما بقدر كل ما بتاثر باي نوع سينما بحب في الاخر ان المنتج يطلع على قد ما اقدر اقربه من الجمهور المصري. ساعات بنجح وساعات لا، بس بحاول على قد ما اقدر يعني. بص نجيب محفوظ قال حاجه مهمه، نجيب محفوظ اكتر فنان في مصر في كل المجالات وصل للعالميه خلاص. نجيب محفوظ قال كلمه حلوه جدا، قال لك ان اردت ان تصل الى العالميه فاستغرق في المحليه. فهي دي الحقيقه، احنا محتاجين نكتشف مصر احنا كبني ادمين. على فكره انا وانا بعمل اسماء قررت بعد زي النهارده ان انا مش هبقى متاثر بالافلام الاجنبيه اكتر ما هتاثر بالمجتمع المصري وبالواقع المصري. فالحقيقه ان انا اكتشفت ان انا ما اعرفش مصريين، ولحد النهارده على فكره احنا مش عارفينهم. وهتلاقي في اي نتيجه اي انتخابات الناس تقعد تتوقع ويفاجئ بحاجه جديده خالص. احنا مش عارفين احنا مين لحد دلوقتي، مش عارفين ما هي الهويه المصريه، هل هي هويه فرعونيه ام اسلاميه ام اخوانيه ام ليبراليه ام سلفيه ام احنا وفديه او حتى فكريا مش عارفين احنا، هل احنا دماغنا اقرب للشعراوي ولا هل دماغنا اكتر لحسين يعقوب ولا هل دماغنا اقرب لسعد زغلول ولا ما حدش عارف مين المصريين. فلما حد يطلع يقول لك اصل المصريين شعب ويقعد يهطل بعد كده، ما فيش حق يعني، ما حدش يعرف مين المصريين واحنا لسه بنعرف بعض. في ناس ساعات اصلا بقابلهم في الحياه يقول طب هو انا ليبرالي ولا لا، فاحنا لسه مش عارفين بعض، فلسه بنكتشف بعض. فقدامنا كتير. نجيب محفوظ من الناس القليله اللي انا اجزم ان هو كان من اكتر الناس اللي عارفه الشخصيه المصريه في تاريخنا. كان نجيب محفوظ بكل تناقضاتها بكل عيوبها بكل مميزاتها، بايه اللي موجود في الناس كلها، في ايه اللي موجود عند مجموعه بس قليله من الناس، حكامها عملوا فيها ايه. فزي ما قال نجيب محفوظ احنا محتاجين نعرف المصريين قبل ما نتكلم عنهم. ضد الحكومه والليله الاخيره.
اه لا انا اصلا عارفهم كويس. الليله الاخيره عشان ده فيلم آه انا بحب الافلام النفسيه قوي وبحب افلام القضيه قوي. فالليله الاخيره انا على طول بقول كل افلامي يا اما هتبقى شبه صلاح سوري كمال الشيخ، يا اما هتبقى شبه عاطف الطيب. وكل افلام اللي انا كاتبها يا اما ده يا اما ده، فانا دول اكتر اتنين بحبهم. كمال الشيخ كان استاذ متعه وتشويق واثاره وكل شيء ليه دعوه بالجريمه والغموض وكده، فكان هايل. وفي نفس الوقت عاطف الطيب كان بيعرف، هو اكتر واحد كان مقرب من الشارع المصري بجد. فانا بالنسبه لي الليله الاخيره ده كان فيلم هايل. والفيلم التاني هو ضد الحكومه بتاع احمد زكي، طبعا اكيد ده معروف اكتر بكتير. الفيلمين دول اكتر فيلمين حتى مصريين انا بحبهم يعني. وضد الحكومه كان من الافلام اللي شبه قوي زي النهارده يعني. لو حد اتفرج على الاثنين ورا بعض هيلاقي تشابهات كتير مستخبيه كده، بس الاثنين فيهم تشابهات كتير جدا. واهمهم هو مشهد المحاكمه اللي في الاخر شبه مشهد البرنامج اللي في الاخر في حته يعني. لو اتفرجتوا على الفيلمين هتلاقوا التشابه. رايي في النتيجه، انا شايف النتيجه بشكل كبير بتعبر عن الشعب المصري فعلا، لان بتعبر عن الاختيار العام فعلا. الاخوان المسلمين جماعه انا شخصيا مش فاهمها قوي لحد دلوقتي، وعندهم تناقضات كتير في التصاريح وكل الكلام اللي بتاع المثقفين. بس في الحقيقه ان هم بالنسبه للمواطن البسيط الحريه والعداله هم جهه بتنادي اسلاميه المرجعيه، ده اولا. وده ما حد يعني اللي يجي ينتخب حد ضدها يقول لك وانا هنتخب يعني ما انتخب الاسلام احلى، دي حاجه. تاني حاجه ان هم قبلوا في فتره طويله جدا بالاضطهاد وبالظلم من النظام، فالناس تعاطفت معاهم بشكل كبير. وانا شخصيا من الناس اللي كنت متعاطف ضد الظلم اللي هم بيشوفوه بقى لهم سنين عقود. وتالت حاجه لسبب انعدام البديل، يعني مفيش بديل قوي حقيقي قدام الاخوان المسلمين. لو انا مش عايز انتخب الاخوان هنتخبهم بديل مش بس يبقى عنده بيعمل دعايه كتير، لا بديل فيه كوادر انا عارفهم، اسامي محترمه، عندهم اجنده واضحه، عندهم اتجاه سياسي واضح، والناس شايفه ان الاخوان دول كيان متماسك، وشايفه كل الكيانات اللي قدامهم كيانات متنازعه. فكل الاسباب دي ببساطه تؤدي لان الاخوان يكتسحوا. يمكن اللي كانت المفاجاه هي اكتساح ان السلفيين واخدين تاني حد، بس ده برضو سببه بشكل كبير هو انعدام البديل. ده شيء مع ان في بديل للسلفيين هو الاخوان، بس هو السلفيين انا شايف ان هم اكتر ناس عملوا تجاوزات انتخابيه واستخدموا تضليل كتير في العمليه الانتخابيه. فيهم ناس محترمه بدون شك بالظبط، هم لا عملوا كوارث يعني، مش كوارث قانونيه بس كوارث اخلاقيه. فانا مش بقول ان هم وحشين، ممكن يبقى فيهم ناس هايلين وكل حاجه، بس شايف ان هم عملوا غلطات كتير كانت ادت لان تصويت كتير يروح لهم. وفي نفس الوقت عشان نبقى واقعيين في ناس كتير في المجتمع المصري حرام اسميهم متطرفين عشان ده لفظ فيه عنصريه كبيره، هقول بس ان هم ملتزمين دينيا بشكل كبير ومتوقعين ان الالتزام الديني هو وسيله لبناء دوله عصريه، وانا شايف ان ده مش سليم كعمر، دي ايديولوجيتي، بس في ناس كتير مقتنعه بكده. شكرا ان انتوا استضفتوني النهارده. كنت بقراها وانا صغير، كان من احلام حياتي اكتب في كلمتنا وانا صغير، فانتوا بتعيشوا حلم حياتي في يوم من الايام. وان شاء الله اشوفكم كلكم قاعدين مكاني هنا وبتتكلموا مع ناس تانية. تقول ايه على الحوار؟ لا الحوار هايل، مذاكرين جدا وتعبتوني لان الاسئله جديده، مش الاسئله اللي حافظها كذا جات لك منين الفكره فانتوا مذاكرين فكويس، فاجئتوني يعني. الله يخليك، شكرا جدا.